السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة سهلة سريعة بسيطة جدا جدا وكمان اقتصادية. اللحمة والفراخ بقى غاليين، فخلينا بقى ايه في الحاجات التانية المغذية وفي نفس الوقت تكون على قد ايدينا. هنعمل مع بعض طبق بطاطس رهيب يا جماعة. مش بيتاكل يوم ولا اتنين ولا تلاتة، لا ده انت ممكن تحطيه في علبة وتسيبيه زي السلطة كده ويقعد معاكي لحد اسبوع او اكتر في التلاجة. طعمه خطير بجد، حلو جدا جدا. اتمنى تتابعوا معايا الفيديو للاخر. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. ويلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هاتي بقى اي كمية من البطاطس، هنقول مثلا كيلو من البطاطس. تمام. جبت بقى كيلو من البطاطس وبدأت ان انا اقشرها كده، عشان طبعا ده هيتحط في علبة ويتساب في التلاجة. فحتى لو باتت معانا فهي مش مشكلة، تبقى زي الجبنة كده، بتطلعيها وتعملي منها في سندوتشات بتبقى خطيرة جدا. بعد ما قشرتها قطعتها اي تقطيع يعني عشوائية، مش شرط يكون كلها قد بعضيها. ممكن سميكة شوية ممكن رفيعة، عادي مفيش مشكلة خالص. وبعد كده غسلتها كويس جدا بالمية. وبعد ما غسلتها كويس جدا نزلت النشا منها. كنت حاطة بقى حلة بتغلي كده على النار، هنزل بس عليها بشوية من الملح عشان البطاطسية نفسها تبقى مملحة معايا. تمام. وبعد كده هبتدي انزل بالبطاطس في المية دي واسلقها سلق مهري، يعني لازم البطاطسايه بتبقى بتاعتي لما اجي اهرسها تبقى زي الزبده. احنا هنعملها بطريقه الجبنه كده، فلازم تبقى معايا زي الزبده، متكونش فيها تكتلات خالص وتكون كلها كده ايه مستويه كويس جدا جدا. هنزل بقى بالبطاطس بتاعتي في الميه كده زي ما انتوا شايفين، واسيبها لحد ما تستوي وتبقى معايا زي الفل. ونرجع تاني نشوف هنعمل فيها ايه. بصوا اهي مسكت واحده كده، بصوا اديتها غرزه كده لقيتها ايه، لا حلوه اهي. خلاص. ممكن تسيبوها شويه كده، كل ما سبتوها اكتر كل ما تعبتكمش في الهرس. خلاص. عندك هاند بلندر زي الفل، اعملي بالهاند بلندر عشان تبقى معاكي ناعمه وعامله زي الخليط الجبنه كده بالظبط. ما عندكيش يبقى سويها كويس جدا وبظهر المعلقه او بكوبايه او بهراسه. ابدأي ان انت ايه، اهرسي كده. نصيحه اهرسي وهي سخنه بتبقى اسهل عما تبرد البطاطس مني. خلاص انا بقى بهرسها كده اهي، شايفين نعمتها بقى ايه بايديا، ولا هاند بلندر ولا اي حاجه، اهو بايديا واحده واحده كده لحد ما ايه بقت معايا زي شايفين عامل ازاي. يلا بقى نحطوا عليها المكونات اللي هتوديها في حته تانية خالص، مش هتحسسكم ان انتوا بتاكلوا بطاطس، تاكلوا بقى ايه حاجه تانية كده طعمها حلو قوي. خلاص انا كده بس ايه في بعض التكتلات البسيطه جدا ببتدي ان انا ايه برضو انعمها خالص زي البطاطس. معايا بقى ايه، معايا مايونيز. معايا مايونيز، لو عملتي كيلو من البطاطس هتحطي عليه كوباية من المايونيز. انا اللي معايا ده مش كيلو، انا عملت حبة يعني ممكن نقول نص كيلو. نزلت عليها بمعلقتين كبار من المايونيز، معلقتين كبار من المايونيز اهو. ولو ما كانتش العلبة قربت تخلص معايا انا كنت نزلت باكتر من كده. المايونيز يا جماعة بيديها طعم حلو جدا، بس للاسف هي الازازه ما كفتش معايا يعني غير معلقتين كبار، بس ده برضو ما يمنعش ان هي طعمها حلو قوي. خلاص. لو عندك بقى مايونيز حطي على الكيلو كوبايه من المايونيز. عملتي نص كيلو بطاطس حطي ايه نص كوبايه من المايونيز. عندي بقى عصره ليمونتين، انا الليمونه بتاعتي دي كانت كبيره فعشان كده انا نزلت بليمونه واحده بس. خلاص شيلي بس منها البذر عشان ما يضايقناش واحنا بناكل. شايفين ما شاء الله الليمونه بتنزل ميه كتير جدا، فانا اكتفيت ان انا انزل بليمونه واحده بس. خلاص. بعد كده بقى هبتدي اتبلها معاكم تتبيله بسيطه، تتبيله بسيطه من عندنا برضو. هننزل بمعلقه صغيره مليانه من الكمون، البطاطس دي بتحب الكمون جدا. انزلي بقى بمعلقه مليانه من الكمون. عايزه اقول لكم لسه البطاطس ليها طشه، لسه هنعمل لها طشه خطيره. ورشه فلفل اسود. لو لسه ما حطيتش اللايك انزلوا بسرعه حطوا لايك للفيديو عشان ان شاء الله الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. وكمان رشة ملح، خدوا بالكم عشان احنا حاطين في مية السلق ملح فهي هتبقى فيها نسبة تمليحة بسيطة، فناخد بالنا من الملح اللي هنحطه. ودي سنة شطة اختياري، عايزين تحطوها حطوها، مش عايزين تحطوها ما تحطوهاش. طيب انتي ما حطيتيش زيت، هقول لك اصبروا هنعمل ايه دلوقتي. دلوقتي هنحط لها الزيت بس ما نستعجلش على رزقنا. نقلب بقى، طبعا المايونيز بيتقلها كده كأنك بتقلبي فعلا في جبنة بيضة بتبقى تقيلة.
خلاص، بس طعمها يا جماعة حلوة قوي. خلاص، ابتدي بس اقلب، اشرب البطاطس من المايونيز والتوابل اللي انا حطيتها الحلوة دي، وعلى طول نعمله طشة بقى خطيرة. الطشة دي بعد ما تعمليها تقدري تحطيها جوه البطاطس وتقلبيها كده زي التوابل، او تقدري تحطيها زي ما انا ما هحطها كده على الوش، واللي ياكل ياكل ايه من فوق لتحت كده. خلاص، سويت الطبق بتاعي، وبظهر الشوكة بعمل ايه، كأني بعمل حاجة زي كده، بعمل خطوط كده علشان لما انزل بالطشة تمسك على الوش. خلاص اهو، شايفين الجمال؟ تحفة يا جماعة. انا مش عشان مش عامله كميه كبيره ما حطاش في علبه. انتوا بقى ممكن لو هتعملوا كميه كبيره وتحتفظوا بيها، على طول حطوا البطاطس في علبه وابداوا اتعاملوا على هذا الاساس. بص بقى عندي التوم عامل ازاي، 4 5 فصوص من التوم كده. هجيب بقى طاسه، وابتدي انزل فيها بحوالي معلقتين كبار من الزيت او 3 معالق كبار من الزيت، وابتدي انزل بقى ايه بال4 5 فصوص التوم دول، ومعاهم معلقه شطه اختياري، مش حابينها خلاص ما تحطهاش اهي. معلقه شطه كده اختياري، طبعا الزيت كان سخن فاحمر معايا بسرعه جدا اهو. شايفين؟ نقلب قلب قلب، احمر معايا على طول. هناخدها وهنطشها على وش البطاطس. شايفين الجمال والحلاوه؟ الريحه يا جماعه تحفه. وادي حاجه اقتصاديه ما كلفتناش يعني 10 جنيه، مفيش 10 جنيه يعني. تمام، وعملت الطبق الحلو ده. طبعا انا عامله بقى الخطوط دي علشان الزيت ده يمشي في الخطوط دي ويبتدي يتوزع. وزعي بس التوم كده، وابداي ميلي الطبق يمين وشمال، هتلاقي الزيت بتاعك اتوزع يمين وشمال الطبق اهو. شايفين؟ احلى اكله دي بقى ولا ايه؟ حاجه كده ما شاء الله لذيذه، تتاكل جنب العيش بس، يعني مش عايزين حاجه جنبها غير ان هي تتاكل بالعيش من حلاوتها. حاجه كده سهله سريعه لذيذه، مكلفتناش حاجه، بتقعد في التلاجة فترة يعني. ممكن اقول لكم اسبوع 2 كمان. طلعوها كده زي الجبنة البيضة، تعملوها سندوتشات، وكل ما قعدت كل ما حلوت وطعمها بقى زي الفل. اتمنى يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.